عندي واحد الكلمة قبل من هذا الملف الرئيسي ديالنا. البارح سمعت مقتطف من كلمة ديال مسؤول سياسي فلسطيني اللي هو خالد مشعل، القيادي في حركة حماس. الكلمة كانت في إطار مهرجان خطابي نظمته حركة إسلامية مغربية. الكلمة كانت عن بعد بطبيعة الحال. صدقا أنا كنت من الناس اللي قالوا مزيان أنه التنظيمات خصوصا السياسية المغربية تاخذ المشعل، ماشي خالد مشعل، المشعل في الموضوع ديال التضامن مع فلسطين ومع الناس ديال غزة. قلت مزيان علاش؟ لأنه أعتبر أن هذا النوع ديال المواضيع، هذا النوع ديال النقاش، هذا النوع ديال الملفات محتاجين فيه بزاف ديال النضج، ديال المسؤولية، ديال التعقل اللي الثلاثي كيكون مفقود في أماكن أخرى وفي توجهات أخرى. كنقول على الأقل مسؤول سياسي ملي غيتكلم مغربي بطبيعة الحال غادي يتكلم بمنسوب عالي ديال المسؤولية، بمنسوب عالي ديال استحضار الظروف ديال البلاد، عكس البعض اللي حرفته هي انه كيخرج في المسيرات والوقفات وكيقدر يقول اي كلام، وحنا كنا سمعنا نماذج بلا ما نرجعوا لها. اذا من هذا المنطلق قلت مزيان انه التنظيمات السياسيه وحتى الدعويه في المغرب نقولوا تسترجع هذا النوع ديال التضامن او التعامل مع التضامن مع القضيه الفلسطينيه. ولكن لسوء الحظ خاب ظني وسمعت مقتطف من الكلمه ديال خالد مشعل، ونستعمل كلمه حذرا، قلت تفاجات باش ما نقولش كلمه اخرى اقصى. علاش تفاجات؟ تفاجات كيفاش انه خالد مشعل تجرأ انه يعطي توجيهات للمغاربه، الشعب المغربي، وكيقول لهم ها كيفاش وها شنو خاصكم تقولوا للقياده ديال البلاد ديالكم. القياده ديال البلاد ديالنا هي الملك والملكيه. هذا عنصر مفاجاه الاول. وتفاجات اكثر كيفاش ان الجهه المنظمه والمحتضنه لهذا النشاط لم يزعجها ان خالد مشعل يقول ما قال دون ان تبدي تحفظا، كانما صار عادي جدا انه اي مسؤول من الخارج كيفما كانت قيمته وحجمه ودوره وجنسيته يجي عندنا يخطب علينا يقول لنا اش خصكم ديروا مع ملككم، اش خص ديروا مع حكومتكم، اش خص ديروا في هذا الملف، اش ما خصكمش ديروا في هذا الملف. هنا صراحه تطرح علامات استفهام حقيقيه وكبيره، ولذلك قلت لابد انه نديروا فيه نقطه نظام. ما غنسولش بزاف لان التساؤلات اكيد غادي تجيكم في البال، ولكن مزيان نديروا نقطه نظام نقولوا فيها بانه المغرب والمغاربه ما محتاجين الدروس من اي كان، ما محتاجين الدروس من اي كان، لا من ماكرون، لا من خالد مشعل، ولا اي واحد يتجرأ انه يخاطب المغاربه مباشره خارج الضوابط وخارج البروتوكول وخارج الاعراف والقواعد. المساله اللي تكلم فيها خالد مشعل هي العلاقات مع اسرائيل. من حقه يكون عنده وجهه نظر، ولكن العلاقات مع اسرائيل كنظن هذا شأن داخلي صرف، شأن داخلي صرف. وتمنيت بانه الحركه المحتضنه للنشاط كان خصها تقولها لخالد مشعل، ولكن يمكن نساو او لا كيامنوا بشيء اخر. على كل حال قلت شأن داخلي صرف، فيه نقاش، في تجاذب، في وجهات نظر مختلفه، في شد اللي ينقطع عليك بين المغاربه مع بعضياتهم، ولكن هادشي كله في اطار كبير سميتو المغرب، وما محتاجين التوجيه من اي كان، وما من حق اي كان مهما كانت صفته انه يجي يعطي للمغاربه توجيه او يتدخل في الموضوع.
هنا أستحضر نهار قلنا بوضوح لمدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، حين تجرأ بوقاحة وتكلم على سعد الدين العثماني اللي كان آنذاك رئيس الحكومة المغربية. ما قلناش هذا إسلامي، ما شغلناش فيه، ما قلناش هذا يمثل حزبا يمكن نختلفوا معه في بعض التقديرات، ما شغلناش فيه، لا، قلنا ليه ديها في سوق راسك، قلنا ليه حدك تم. كذلك الأمر بكل جرأة نقول لخالد مشعل حدك تم، والمغاربة والمغرب ما محتاج التوجيهات ديالك في قضاياه الداخلية. المغرب عنده مؤسساته، لما نفكروا بهذا الشيء، المغرب والمؤسسات ديال المغرب بكافة المستويات عندها القدرة باش دير التقدير المناسب لأي لحظة، هذا مسألة مفروغ منها، وبالتالي ما من حق حتى شي حد بدعوى سياق معين يملي علينا داكشي اللي خصو يدار. دول كبيرة وما قبلناش وما حنيناش الراس. الملك ديال المغرب بنفسه في كل مناسبة كيعطي صورة ديال البلاد اللي رافعة راسها، فبالتالي ما يمكنش غادي نقبلوا هذه المسألة. وباش نختم والله العظيم تنقولها في خاطرك أتردد ولكن ما فيها بأس، هذه مناسبة غادي نقول الحمد لله على نعمة الملكية في المغرب، وحق الله ملي كتشوف لي ديراباج اللي كيوقعوا كتولي تقول الحمد لله بأنه كاينة الملكية اللي كتريقل الأوتار كل مرة، اللي كتضبط الأوتار ديال هاد البلاد كل مرة، وكذلك الحمد لله على مؤسسات وعلى أشخاص اللي عندهم الثقة الملكية ممزوجة بالكثير من النزاهة ونكران الذات. وطبعا الحمد لله لأنه المغاربة واعيين وكيديروا الصفاية في كل الخطابات اللي كتوصلهم، ونقدر نقول جازما هذه هي المعادلة اللي مخلية المغرب براسو مرفوع وسط العالم، اللي بغى بغى، اللي ما بغاش ما بغاش. حنا خطنا التحريري واضح، لا في البرنامج ولا في المجموعة ككل، الولاء للمغرب لملك المغرب، وكيف قلت ملك المغرب اللي مخلي راس البلاد مرفوعة مع دول سواء كبيرة سواء صغيرة، وبالتالي ما غنقبلوش اللي يجي في أي سياق باش يعطينا الدروس. يا ريت خالد مشعل هو في قطر مقيم أظن أنه كان ممكن يعطي النصيحة للسلطات القطرية، ممكن كذلك لأنه كيتواصلوا مع تركيا يعطي نصيحة للسلطات التركية، ممكن يقبلوها منه ممكن ما يقبلوهاش منه، إنما أكيد أنه إحنا في المغرب ما غاديش نقبلوها. داكشي ديالنا بيناتنا نصفيوه بيناتنا ونرفعوا الجلسة في هذا الموضوع.